السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ ابتسام. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم هاد الحريشات الفرديين اللي اسهل منهم بكاين بخطوات ساهلين. كيجيو هشاشين وبنانين. اهم حاجه المكونات اللي هما بساطين وغينجحوا معكم. دوز معكم المكونات. بالنسبه للمكونات احتاج معكم عندي هنا نص كيلو سميده رقيقه، معلقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز، معلقه خميره ديال الحلويات، معلقه مع مراش يعني صغيره ديال المليحه، وشويه ديال السكر يعني نص معلقه ديال السكر. صافي هنايا غادي نبسبسو داك الشيء مع بعضياتو النواشف هما الوالا. عاد غادي نضيف معكم هنايا عندي نص كاس ديال الزيت، بالنسبه للقياس ديال الزيت بكاس ديال العنبه. صافي غادي نبسبسو ديك السميد ديالنا بديك الزيت حتى كنحسو بديك الزيت كامل تمزجت مع ديك السميده. عاد غادي نضيف معكم الحليب. بالنسبه للحليب راه اختياري، يمكن لكم تخلطوها غير بالماء، كتجي تقريبا راه نفس النتيجه يعني ما كاينش الفرق، من غير الفرق زعما في الحليب كتجي بنينه اكثر. صافي اما هي نفس الطريقه كتجي بها. بالنسبه للحليب غنديكم العبر مضبوط، هنا تخلي 2.5 كيسان ديال العنبه ديال الحليب. بالنسبه لهنايا خلطوها غير برؤوس الاصابع يعني ما تعجنوهاش، غتبان لكم شويه خفيفه ولكن راه غتشرب يعني هذا الحليب ديالنا راه غيتشرب مزيان. عملوا غير 2.5 كيسان ديال الحليب. غنخليها هنايا نغطيها بشويه ببلاستيكه واحد شويه. ها نتوما هنايا من بعد ما خليتها تشرب واحد شويه راه تشربت، رجعت مجموعه ناشفه، يعني كتكور معنا بسهوله. صافي هنايا عندي ديك السميده بسبستها بشويه ديال الزيت وكنجمع بها كيف ما كتشوفوا هنايا. غنوريكم الطريقه اللي كنخدم بها اللي كتجيني سهله الحرشه. هي كنبدا نكور ديك الحريشه ديالي كامله ونستفها في واحد فوق شي صينيه ولا فوق بوطاج ديالكم، ما كاين حتى شي مشكل. عاد كنبدا نطيب باش ما كتبقاوش يدكم في السميده ويدكم في المقله، لا تبعوا هاد الخطوات هادو. صافي هنايا كنجيب اي سركل عندكم ولا شي غطايات شي حاجه، المهم العبر بالقياس اللي بغيتو. حاولوا ما تكونش غليظه بزاف حيت هي فيها الخميره يعني باقا تنتفخ، وفي نفس الوقت ما تكونش رقيقه بزاف. انا كنوريكم السمك ديالها كيف عامل. صافي هنايا غادي نبقى نكور ديك الحريشه ديالنا كامله حتى غادي نكمل ندوز معكم من الطياب. بالنسبه لهاد السميده راه كتخرج كميه اللي هي كثيره، يمكن لكم تنقصوا زعما من هاد العبر تعملوا غير 4 كيلو د السميده وتنقصوا حتى من جميع المكونات تنقصوا منه. صافي هنايا من بعد ما ساليت ديك الكميه ديالي كامله نبدا نطيب معكم. المقله ديالي عملتها تسخن، يعني على نار ماشي مهيله وماشي مجهده، يعني العافيه معتدله. صافي هنايا غادي نبقى نطيب. الطريقه ديال الطياب راه سهله، يعني كنعمل ديك الحريشه ديالي حتى كنشوفها غير تشمعت واحد شويه يعني شبرت راسها واحد شويه، وكنقلب يعني ما كنخليهاش حتى كتنشف من الفوق باش الحرشه ما كتبش معاكم. صافي هنايا كتشمع شويه كنقلبها، عاوتاني كتشمع من اتجاه اخر عاوتاني كنقلبها، كنبقى نقلب حتى كتحصل على ديك اللوين اللي مذهب وغزال. صافي الطريقه راه مفهومه، فيديو عملته لكم قصير باش ما تملوش منه، يجيكم دغيا دغيا. وهالحريشات ديالنا راه واجدين. بالنسبه لطريقه الاحتفاظ خليوهم حتى يبردوا، عملوهم في السلوفان، عملوهم في الكونجيلاتور فوقاش ما بغيتوهم، جبدوهم على بكري هيدا قبل وسخنوهم، راه فحال اللي تقول عدلتوهم طريين يعني كيبقاو كما هما طريين غزالين ما كيوقع لهم حتى شي حاجه. وهالحريشه ديالنا واجدين. نتمنى هاد الفيديو ديال اليوم يكون خفيف ظريف. نشوفكم في فيديو اللي ماجي ان شاء الله. والناس الجدادين كنقول لكم مرحبا بكم، خليو تفاعل من القناه باش يبقى يوصلكم دائما الجديد. السلام عليكم.